بيقول لك كان في تاجر كل يوم يروح المطعم عشان يتغدى، وكان بيعمل حاجه غريبه، كان بياكل الرغيف ياكل نصه ويسيب نصه. كل يوم على كده يروح المطعم ياخد الرغيف ياكل نصه ويسيب نصه. واحد بقى من رواد المطعم كان واخد باله ومركز مع التاجر ده، قال له بقول لك ايه، انا بتابعك كل يوم بلاقيك كده بتاخد الرغيف وتاكل نصه وتسيب نصه، كده حرام عليك وبتهدر الحاجه. رد الراجل التاجر وقال له انا بعمل كده مش عشان بهدر ولا حاجه، انا بعمل كده عشان مستني واحد امين يقعد ياكل معايا النص التاني ويصونه ويعرف قيمته، بدور على صاحب ليا يعرف يعني ايه عيش وملح. رد الراجل وقال له طب ما انا موجود اهو، اقعد اكل معاك النص التاني. قال له هتبقى قد الامانه؟ قال له ان شاء الله هبقى قد الامانه. وقعد الراجل مع التاجر وكان نص الرغيف التاني وكلوا عيش وملح مع بعض. التاجر بقى في اخر اليوم قال لما اتصل بيه اعزمه النهارده على عشاء، رن على الراجل وقال له بقول لك ايه، انا عايز اعزمك النهارده على عشاء واعرفك على اهل بيتي. رد الراجل ورحب بالفكره جدا وراح له فعلا. ام التاجر استقبلت الراجل استقبال جميل جدا، وقعدوا في البيت وقعدوا يتعشوا. كانت بنت عم الراجل التاجر موجوده في البيت في اليوم ده، شافها واعجب بيها، لقاها كده متدينه. راح وبعد ما خلص عشاء للتاجر وقال له بقول لك ايه، بحق العيش والملح اللي احنا واكلينه النهارده انا اعجبت قوي ببنت عمك، وانا اصلا بدور على عروسه، واول ما شفتها كده ارتحت لها، روح اسالها وشوف رايها ايه، لو رحبت بالفكره يا مرحب. الراجل التاجر كان بيحب اصلا بنت عمه، بس هو قال انا هروح اسالها واخد رايها، ولو اعجبت بيه ورحبت بالفكره يبقى هما الاتنين مكتوبين لبعض ونصون العيش والملح اللي احنا كلناه مع بعض. راح فعلا سالها وقال لها ايه رايك، الراجل اللي جالنا النهارده اعجب بيك وهو بيدور على عروسه وارتاح لك اول ما شاف. هي بصت في الارض ومكسوفه ورحبت بالفكره والاتنين اتجوزوا. وبعد ما الاتنين اتجوزهم خدها وسافر. الراجل التاجر بقى مع مرور الايام الدنيا اتشقلبت حالها معاه، خسر تجارته كلها وبقى على الحديد المجيد، ما عادش معاه ولا مليم، حتى البيت بتاعه باعه وفضل ماشي في الشوارع ما هوش عارف هو رايح فين ولا يجي منين، وما عادش عارف يعمل ايه. فاول حد جه في دماغه الراجل اللي كان معاه العيش والملح، دبر حق التذكره وسافر لصاحبه. راح لقى صاحبه بنى قصر كبير جدا، والاشياء معاه بقت معدن، والحاله بقت زي الفل، وبقى معاه فلوس كتير جدا، والقصر ده مليان حراس وخدم من هنا ومن هنا. دخل الراجل وحالته متبهدله وهدومه متبهدله، قابله الحارس وشافه هدومه متبهدله وكان عايز يطرده. قال له انت مين وعايز ايه؟ قال له روح لصاحب البيت وقول له فلان الفلاني مستنيك تحت. الحارس راح له واتاخر شويه كده، وبعد كده رجع معاه كيس فيه فلوس. قال له مش هيقدر يقابلك دلوقتي وبعت لك الفلوس ديت خدها. راجل التاجر قال له هو عارف ان انا هنا وبعت لي الفلوس وما رضاش يقابلني؟ قال له اه. مسك الفلوس ورماها في وش الحارس وخد بعضه ومشي. لما رجع بقى فقد الامل في الحياه، فقد الامل في كل الناس، وقرر ان هو هيفضل نايم في الشوارع، نايم على الرصيف. وفي يوم وهو نايم على الرصيف راح له راجل كبير قال له انت ايه يا ابني اللي منيمك هنا؟ قعد يحكي له قصته وقال له انا ما معيش اساسا ولا مليم. قال له طب بقول لك ايه، انا راجل شغال في التجاره، ما تيجي اشتغل معايا ورزق ورزقك على الله. وافق على الفكره وراح اشتغل معاه. ومرت الايام والاشياء بقت معدن، والراجل الفلوس لعبت في ايده وبدا يرجع نفسه، والتجاره بتاعته وسعت وبقى غني جدا، وراح بنى قصر هو كمان. وفي يوم من الايام راحت له مره كبيره القصر وبتقول له بقول لك ايه يا ابني، انا شايفه ان انت قاعد لوحدك وانت بسم الله ما شاء الله غني ومعاك قصر، خدني شغلنا عندك اغسل لك واطبخ لك واكلك واخد بالي منك كأن امك بالظبط، وفي اخر اليوم اديلي اللي في النصيب وهروح انام في بيتنا. رحب بالفكره وقال لها يا مرحب بيك. عدت كام سنه والست تغسل له وتطبخ له وكل حاجه. وفي يوم راحت له كده وقالت له انا شايفه ان انت لازم تتجوز، انت بقى معاك فلوس كتير وانا سن كبر مش هبقى لك العمر كله، فلازم اجوزك واحده عشان تبقى تاخد بالها منك. قال لها يا مرحب. راحت جابت له واحده جميله اعجب بها جدا واتجوزوا. وفي يوم الفرح بيبص لقى صاحبه اللي كان معاه رغيف العيش وطرده لما راح له القصر داخل الفرح. صاحبنا اتجنن وجنونه طارد، امن على الكرسي وراح له قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ اطلع بره يا خاين العيش والملح، اطلع بره يا خاين الامانه. الراجل قال له اهدى بس اشرح لك الموقف واشرح لك اللي حصل. قال له ما اناش عايز اسمع منك حاجه. من هنا لهنا بدا يسمعه. قال له لما انت جيت لي وكان شكلك متبهدل، بنت عمك كانت دايما بتحكي لي عليك ان انت انسان ناجح، ما حبيتش بنت عمك تشوفك بالمنظر ده، ولا انا كمان حبيت اشوفك بالمنظر ده. بعت لك الحارس بشويه فلوس على اساس انك انت تروح وتجيب لبس جديد وتيجي ونقابلك كلنا، بس انت عشان عزه نفسك رميت الفلوس ورفضت ده. انا بقى عملت ايه؟ الراجل اللي جالك عشان ياخدك تشتغل معاه في التجاره ده يبقى ابويا، والست اللي جات لك عشان تغسل لك وتطبخ لك ديت تبقى امي، والبنت اللي انت شفتها واعجبت بيها وبتتجوزها النهارده
ديت تبقى اختي وانا جاي فرح اختي. الراجل اتصدم، معقول وعملت كل ده ليه؟ قال له عشان اصون العيش والملح، عشان ما اخونش العيش والملح اللي احنا كلناه مع بعض. القصه اللي انت سمعتها ديت ممكن تكون من خيال المؤلف، بس ده واقع وبنعيشه في حياتنا كل يوم. في ناس فعلا لحد النهارده لسه بتصون العيش والملح، والعيش والملح ده عندها شيء مقدس. وفي ناس ما بتفكرش اصلا ولا تعرف يعني ايه عيش وملح. في ناس ممكن تلاقي اتنين اصحاب قاعدين مع بعض وبينهم عيش وملح، وكلوا مع بعض اكتر ما كلوا مع اهليهم، ولو واحد جات له مصلحه بيبيع التاني. فصونوا العيش والملح وصونوا العشره وما تجوش على بعض. يا ريت تعمل شير ولايك عشان الناس تستفيد، واشوفك في قصه جديده.